في حادثة حصلت لبنت صربية من فترة. الحادثة دي ان هي كانت راكبة باراسيل، اللي هو اللي بيبقى مركب جار الباراشوت فيه كرسي وحد قاعد على الكرسي ده، والباراشوت بيقعد يترفع يترفع يترفع. اللي راح غردقة شرم الكلام ده كله عارف هركبها. المهم البنت كانت في قاعدة على الكرسي، والباراشوت اترفع لفوق خالص والمركب بيشدها. مرة واحدة جالها بانيك اتاك، نوبة هلع. قامت بدون اي منطق، قامت مخضوضة مرعوبة، قامت فكة الحبال بقى والحبل اللي رابطها والكلام ده كله، وقامت نطة وقعت ماتت. طيب هل البنت دي بتستهبل؟ لا، هي البنت دي جالها بانيك اتاك. ساعة البانيك اتاك الانسان ما بيبقاش بيتعامل في وعيه، يعني هي خايفة مرعوبة. الخوف والقلق خلوها ان هي تتخيل تهديد مش موجود، تمام، ان هي هيجرى لها حاجة، فبالتالي قامت فكة وقامت نطة ثم ماتت للأسف. طيب ايه علاقة الموضوع ده بالكلاب؟ الحقيقة ان الكلاب هي التجسيد الحي للموضوع ده. هتقولي ازاي؟ هقولك بكل بساطة. الكلاب عندها نفس القصة بالظبط، ان هي لما بتشعر بالخوف او بالاصح القلق، لان الكلمة الصحيحة لان الكلب يبقى قلقان من حاجة مش بتمثل له تهديد الحاجة دي، زي مثلا بني ادمين، كلاب، حاجة هي ما عملتلوش حاجة بس هو خايف منها والكلام ده كله، هي الكلمة الصحيحة القلق. لو الكلب عنده قلق من حاجة معينة بيبدأ يتصرف بطريقة لا منطقية تماما. ممكن يبدأ يحاول يهرب ويخاف ويبقى عايز يستخبى وجبن بقى شديد، او الشكل الاعم اللي احنا بنشوفه وانت ممكن ناس كتيرة منكم تستغربوا، ان هو يبدأ عايز يهاجمه، عايز يتخانق معاه، عايز الحاجة دي انا مش هسيبها في حالها، الحاجة دي انا هجري وراها عشان تهرب. طب هو ليه بيعمل كده؟ هو بيعمل كده علشان هو كحيوان ويشتغل عنده حاجة اسمها فايت اور فلايت، اللي هو الكر او الفر، تمام، ساعة لما بيبقى قلقان فده بيحصل. طيب فاحنا اتفقنا ان هنا الكلاب، ودي بتبقى كلاب كتير جدا 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 من اللي عندها مشاكل عنف، بيبقى الاساس بتاعها ان الكلب من جواه خايف. طيب بعد ما فهمنا تفكير الكلب عامل ازاي، وفهمنا ان الكلب ده على عكس ما ناس كتير بتتعامل معاه ان هو بقى مذنب او عيل قليل ادب او بلطجي او مسيطر وعايز يسيطر والكلام ده كله، تمام. بعد ما فهمنا الكلام ده لازم نفهم ان في ناس بتتعامل مع المشكله دي وبتعالجها بطريقتين: طريقه بتدمر وطريقه بتبني. الطريقه اللي بتدمر ان في ناس بيبدا ان هو شايف الكلب عنيف تجاه حاجه معينه، ما بيشخصش اصلا المشكله، ما بيعرفش سبب العنف ايه، ما بيقراش لغه جسد الكلب كويس، بل بالعكس ممكن ما يبقاش فاهم في قرايه لغه جسد الكلب كويس. وهنا لما بقول قرايه لغه جسد الكلب كويس بتكلم دارس من كتب ازاي يقرا جسد الكلب كله على بعضه، مش ان الكلب بيعمل حركتين هو فاهمهم من النت، الراجل اللي بيتعامل مع الكلب ده مثلا فيقول لك اصل الكلب ده عنده كذا. لا، انا بتكلم هنا تشخيص منهجي للمشكله. وبجانب تشخيص المشكله لازم يبدا يحدد ايه الحاجه اللي بتخوف الكلب. على سبيل المثال مثلا لو هو بيخاف من الكلاب او عنده مشكله مع الكلاب، لازم يبدا يفهم احجام الكلاب اللي بتخوفه، سلوكيات الكلاب اللي بتخوفه، هل الكلاب الشقيه مثلا، اشكال الكلاب اللي بتخوفه، وهكذا، علشان يعرف هيشتغل على ايه. فهو ما بيعملش ده ويبدا يبقى كل همه ان هو يزيل الاعراض. بمعنى الكلب ده بيزوم بيكشر عليه على الناس في الشارع على الكلاب، فانا هستخدم ادوات خناقه، قفش، ترهيب، زعيق، انهاك وارهاق للكلب. هستخدم الحاجات دي كلها عشان في الاخر خالص اوقف الاعراض اللي حاصله، فبالتالي الكلب يسكت. هو الحقيقه الكلب بيسكت، والحقيقه الفيديوهات بتبقى شكلها جميل جدا، وفي ناس مشهوره جدا على المستوى المحلي والمستوى الدولي بتمشي بالطريقه دي. ليه؟ لان الفيديوهات كويك فيكس، يعني اصلاح سريع، تك الكلب، اكتم، اعمل، سكت، الله ده الكلب جميل. طيب علميا بقى في مشكله كبيره بتحصل. المشكله هنا ان الكلب عنده مشاكل خوف كبيره، او عنده مشاكل عنف تانية. هي مش الخوف بس هو السبب الوحيد للعنف، ولكن احنا بنتكلم على الكاتيجوري الاكبر. فما تمش التشخيص فكبتنا الموضوع، سكتناه سكت. فهو ما اتعالجش من جواه، او على الاقل ما تحسنش من جواه شويه، فبالتالي بيبدا الكلب يسكت ويكتم ده. طب ليه بيسكت ويكتم ده؟ اللي هو مصهين مثلا ولا بيستهبل؟ لا، هي دي طبيعة ان مع الضغط الشديد ومع ازدياد الضغط العصبي على الكلب بيبدأ ان هو يكبت المشكلة ويسكت.
طب ايه مشكله ده؟ هنتكلم عليها في الاخر. طيب الشكل التاني لما واحد بيجي بيشخص، بيتوصل للمشكله، بيتعامل مع الكلب بالراحه، بياخد وقته. وللعلم بالشيء، انتم لو تواصلتوا مع اشهر اماكن لتعديل سلوك في العالم مش هتسمعوا اصل انا في يوم ظبطت الكلب دي. اشهر اماكن مفيش يوم اللي هو علاج اليوم الواحد ده مش موجوده، تمام؟ الا بقى في كلاب مشكلها بسيطه خالص فعملنا كده اونر كمل بعديك فالدنيا مشيت، دي قصه تانية. انا بتكلم على العموم والطبيعي. المهم الشخص ده بعد ما شخص وبعد ما فهم الدنيا وفهم المشكله وبدا يعالج، بيبدا يشتغل على حاجه مهمه جدا جدا اسمها ازاله التحسس عند الكلب، وانه يفك الربط بين ان الحاجه اللي الكلب بيخاف منها ان هي حاجه تخوف ويخليها حاجه ما تخوفش، يا اما محايده يا اما حاجه حلوه بالنسبه للكلب. فيبدا يشتغل كده عن طريق الاكل والامان والتدريج، واحده واحده، وطبعا يبقى في بيئه محكمه ويعرض الكلب للحاجه اللي بيخاف منها واحده واحده ويعرفه عليها واحده واحده لحد ما يبني للكلب ثقه جواه ان الحاجه دي مش هتاذيك، فيبدا الكلب يتعامل معاها احسن. طبعا مش كل الكلاب بتوصل للتوب او لاحسن حاجه، ولكن في كلاب كتير جدا بتتحسن وبتوصل لحاجات كويسه جدا. طيب هناخد مثالين سريعين كده. عندنا كلبين، الكلب الاولاني هو كلب بيزوم على الكلاب التاني وعايز يتخانق معاه، والكلب التاني زيه بالظبط شرحه. الكلب الاولاني جاله واحد جاب كلبين ثلاثه سايبهم في ملعب، او جاب معاه كلبين ثلاثه وربط الكلب الاولاني، وكل ما الكلب الاولاني يزوم او يبقى عايز يتخانق مع كلب يديله شدتين ويزعق له ويكبته او ينزله على الارض. وفي ناس بتجيب كلاب تانية تقوم مديه تتخانق مع الكلب اللي هو اللي عنده مشكله فالكلب يسكت، فالفيديو في الاخر ايه؟ جميل، الكلب ساكت. طيب هل الكلب ده اتعالج؟ لا، ما حصلش. انا مش هكلمك في الكلاب، انا هكلمك في البني ادمين. لو بني ادم عنده فوبيا من حاجه او عنده خوف من حاجه وعملت معاه كده هو ما اتعالجش، فما بالك حيوان ما بيفهمش؟ هو بيفهم بادراكه هو بس او بالشكل هو بس، ما بيفهمش بطريقتك انت. هيفهم؟ هيسكت؟ هيتعالج؟ لا، هو ما اتعالجش، ولكن اللي حصل هنا انه كبت. ومشكله انه كبت ان هو ممكن ينفجر، بمعنى ان انت سكته في وسط الكلاب دي وهو خايف، بس اتعلم انه يسكت تفاديا لعقابك ليه، ثم انت مشيت او انت بقيتش موجود او العقاب بعد او الخوف زاد عليه قوي او حاجات كتيره، في متغيرات كتير جدا ممكن هوبا طق مسك لك كلب قرم وبهدله. فدي بتحصل وده طبيعي جدا، لان هو الكلب خلاص، هو الكلب الموضوع بالنسبه له وصل لمرحله ان هي انا كابت 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 انفجرت. طيب الكلب التاني انت جبته وبيئه محكمه في الاول وطلعت معاه كلب هادي وخليت الكلب الهادي ده بعيد والكلب التاني معاك، وبعد كده بقيت بتشغل الكلب التاني ده معاك بشويه تدريبات وشويه اكل وتدريج وتعرفهم تدريجيا، ولما يزوم تاخده وتبعد وما تديلوش فايده من الزومه بتاعته فبيزوم عشان التاني يبعد، فانت بتبعد الكلب اللي معاك. فهو بيكتشف ان انا لما بزوم يعني انا ما عملتش حاجه، بل بالعكس انا بعدت وخلاص. يبقى بعد كده بيتعلم انه يبعد، ياخد بعضه لما يقلق. دي حاجه مهمه جدا بتشوفها في الكلاب اللي اتعلمت بالطريقه دي، ان هو بيتعلم مع الوقت ان هو يعني يمشي عن النزاع، ما يبقاش عايز ينازع، ثم مع الوقت تبدا تطلع معاه كلب هادي واحده واحده، كلب بطيء تعرفه عليه، وهكذا واحده في الثانيه في الثالثه تكسبه ثقه، تبدا تخليه يحتك بالكلب او بكلب تاني. طبعا عشان بس ما اطولش عليكم، هي في يعني كتب كتير في الموضوع ده، اشهرهم كتاب اسمه فايت، انا بحبه جدا، محطوط فيه جداول يعني انك انت ازاي تطلع الكلب ده مع كلب يعرفه اللي انت عرفته عليه يعني، ثم مع يعني كلب ما يعرفوش، ثم كلب ما يعرفوش، ثم كلب تاني يعرفه، يعني ليها طريقه، مش ملهاش طريقه، هي الموضوع مش عشوائي. المهم بتبدا في الاخر خالص انت علمته واحده واحده واحده، تبدا تديله ثقه يبدا يتعامل، فتبدا تسيبه مع كلب وبعد كده تصاحبه على كلب، تدخله كلب ويتصاحب عليه، وبعد كده يكتسب الثقه. فالكلب هنا من جواه ما بقاش عنده الخوف الشديد ده ناحيه الكلاب، بل بالعكس اتعلم ان هو يسيطر على مشاعره شويه، اتعلم ان مش كل الكلاب هتاذيني، اتعلم ان في كلاب ممكن واحده واحده تصاحب عليه لحد ما يبقوا صحابي، وهكذا. فبكل بساطه طب الكلب ده هينفجر؟ مش هينفجر، هو اصلا مش كابت حاجه جواه، هو مش شايل حاجه، هو مش ساكت بالعافيه،
مش ساكت عشان خايف، هو ساكت عشان بدأ يستمتع بالموضوع، ما عندوش مشكلة في القصة كلها، او بدأ يأمن للموضوع. بس كده، بكل بساطة. فنتعامل مع الكلاب على اساس ان هي كائن عنده تفكير، وكائن عنده مشاعر، وممكن ساعات مشاعره تطغى على تفكيره، فبالتالي ما بيبقاش هو بيستهبل ولا حاجة خالص، بل بالعكس احنا محتاجين نفهم هو ايه مشكلته ونحلها له.